هولندا كليناها أداءً، فنيًا، تكتيكيًا، وباش تكون فرقة مرشحة تدي كاس العالم وتبان ضعيفة بديك المستوى مع المنتخب المغربي وترجع نديفها راه ماشي سهلة، وكانوا كيبانوا تحت تأثير ديال الخوف، وكل ما المنتخب كيبغي يجرّم كانوا كيزيدوا يرجعوا للور، ولكن هولندا شابو ليهم بصراحة فرقة اللي واقفة ديال بصح ما عرفتش واش المشكل ولا الخلل في المدرب ولا حيت اللعابة واعرين. كيضغطوا بزاف ما كيخلولكش المساحة باش أنك تقدر تدخل ولا دريبلي، واخا غفلونا في الدقيقة 72 وكانوا قادرين يقتلوا الماتش، حيت باش ترجع في الماتش ماشي ساهلة. تبارك الله القتالية والروح بينوها على أرض الملعب، ما خيبوش واحد بزاف ديال الناس اللي بقاو كيتبعوها في ال3 ديال الصباح إلا حتى ل5 ديال الصباح، الناس خدامة، الناس عندها الشغل، بنادم سمح في كلشي ديالو، المهم المنتخب يغلب. وأهم حاجة ما تشتتوش ذهنيًا. غادي يجي لك السرجان عيسى من قلب الدفاع غادي يطلع غادي يماركيها في الدقيقة 90 وغادي يقلب الموازين، غادي يفرح 40 مليون مغربي. وكلنا انتقدناه في المباراة الأولى ديالو، ولكن هذه كرة، إلا عملتي شي حاجة غادي نفرحوا بيك، إلا عملتي شي أغلاط غادي ننتقدوك بطبيعة الحال، والكرة هي هذه. وبكل صراحة هولندا كانت تستحق أن نطيحوا معاها في النصف، جوج كيبوات كبارين، واحد غادي يخرج واحد غيطلع صعيبة. ولكن المهم المغرب يدوز، غير هو باش تشوف بلد شقيق اللي قريبين لينا بزاف وسهرانين حتى الصباح ومعبرين على الموقف ديالهم بشكل مباشر وكيشجعوا هولندا فرا بزاف. والله حتى كتبينوا على واحد الخبز ديالكم ماشي عادي. تعميم لغة الجهلاء، أنا ما كنقولش الجزائريين كاملين يعني ضد المنتخب المغربي ولا ضدنا ولا هادي، ولكن معظمهم صراحة معظمهم اللي ما كرهش المنتخب المغربي يتقسى من الأول. هو صراحةً كيعبّروا على الموقف ديالهم ماشي كيتخبّى، واحد الجزائري خرج بواحد الفيديو كيقول: "إلا ربح المنتخب المغربي هولندا سموني سهيلة". هانتوما اللي جاوبوه، ثقنا في راسنا بزاف وثقنا بلي عندنا ملاعبية عالميين بمواصفات عالمية، وعندنا أحسن مدرب، لِمَ لا باغيين الكاس أسيدي باغيين الكاس علاش لا، علاش لا واش شي كيبواس آخرين أحسن منا باغيين كاس العالم، نتقاتلوا الدراري، كيما خلى الركراكي نحلموا، بغينا الكاس وديما مغرب ولا عزاء للحاقدين.